يقول لك اخوك ده ولا اختك دي هاديين جدا، شوف صوته واطي ازاي. لسان حالك يقول لك تعالى شوفه في البيت صوته عامل ازاي. بيحب الشات كتابه اكتر من فويس، اكتر من انه يقابل الشخص اللي قدامه. دايما يحب يقعد مع نفسه. بيعمل ايه؟ ما بيعملش حاجه، المهم بيشحن مع نفسه. ما بيبانش عليه حزن او فرح. دايما كتوم، ابو الهول هو قاعد في مكانه. يدخل ويخرج ما تحسش بوجوده. في العماره محدش يبقى عارف ان هو ده موجود في الشقه دي. اهلا بكم والانطوائيين. النهارده حلقه مختلفه جدا، فرق جدا معايا في فهم الشخصيات الاجتماعي والانطوائي. هنفهم يعني ايه الانطوائي، نتعامل معاه ازاي، نقاط قوته في ايه، نقاط الضعف ياخد باله من ايه، ازاي يشتغل. ايفن حتى لو عايز تشتغل في السيلز تقدر بكل سهوله تقدر تشتغل اي حاجه انت عايزها. من تقسيمات مايرز بريجز في فهم الشخصيات كان في عندهم 4 بيلرز او 4 محاور. كان اول واحد فيهم ازاي الناس بتستمد حيويتها وطاقتها. في ناس من خلال القعده مع الناس والاخرين، ده الاجتماعيين او الاكستروفيرت او الانفتاحيين. ناس بتستمد حيويتها وطاقتها من القعده مع نفسها وما بتعملش اي حاجه، اللي هو مين؟ الانطوائيين. الانطوائي ده بيكون شكله ازاي؟ دايما بيفكر قبل ما يتكلم. بتشغله الاحداث والافكار اكتر من الناس والاشياء. صناعه الثقافات قايمه على الانطوائيين، صناعه الحضارات والبنيان على الاجتماعيين. بيبقى قلعه حصينه محدش يعرف يخترقهم. دي سلوك ثابت، يعني كل كلمه هو بيقولها بيتكلم في موضوع واحد في المرة الواحدة. ما بيتشتتش بسهولة، ما بيسرحش. المشكلة ان كتير من الناس بتعتبر الانطوائي ده منعزل او غير اجتماعي ومتعجرف وناس جافة وغامضة وكتومين ما بيحبوش يشاركوا مشاعرهم ولا افكارهم ولا اي حاجة، وغير مهتمين باللي حواليهم. بالعكس، هم بيبقوا شايفين الاجتماعي بشكل مختلف تماما يعني. واحيانا يوصفوهم انهم عندهم خلل اجتماعي. ده نظرة الاجتماعي. المشكلة الكبيرة بقى إن الانطوائي نفسه مش شايف نفسه عنده قدرات ومهاراته ضعيفة. الأعظم المعضلة الكبيرة اللي بتقابلني في جلسات الكوتشنج إن الانطوائي شايف نفسه اللي هو غير جدير بالإنجاز، غير جدير بالمكانة أو الوظيفة اللي متقدم لها أو الترقية اللي ممكن ياخدها، إنه مهاراته قليلة وهو طيب تيجي أسأله ليه هو البيست أتشيفر على مستوى اللاين بتاعه والشركة كلها. بعكسه الاجتماعي ممكن يكون 50 أو 60% من قدرات الانطوائي ده، لكن عارف يعمل نفسه شوي ويتكلم ويظهر قدراته وأفعاله وسلوكياته وخبراته. من المهارات اللي بيتميز بها الانطوائيين وأحيانا يكونوا غافلين عنها أو مش عارفين ينفذوها، زي ما اتفقنا في أول الحلقة في المقدمة، إن هو عندهم قدرة عالية جدا على الاستماع. يقدر يسمع لك لآخر نفس، وأكتر خدمة تقدر تقدمها اللي حواليك الاستماع، والاستماع دايما عزيز. عنده قدرة عالية جدا على الإنجاز منفردا، مش محتاج بقى جماعة ويلا. وكلمات التشجيع والإطراء ممكن ما تفرقش معاه كتير قد ما هو يكون مشغول بإنجاز مهامه. طبعا الملاحظات عندهم عالية جدا ودقة، وسلام بقى لو هو مشغول بالتفاصيل. يا اتفرج بقى على قيمة التفاصيل اللي بيقدر يلقطها في اللي حواليه. طيب ازاي استفيد من قوتي ديت في برنامج الكشاف؟ ببساطة خالص، دايما ادور على الوظيفة او الأداة او الآلية اللي تنفذ بيها شغلك وانت منجلس منفردا. يعني لو اعمال كتابية في السيلز اللي تشتغل لوحدك مش في تيم، في التيم في بعض الامور هنشتغل فيها ازاي دي بعدين، لكن دور على الحاجات اللي تخليك دايما تشتغل منفرد، مش محتاج 2 أو 3 مع بعض في نفس أداء المهمة في نفس اللحظة. انت عندك قدرة عالية جدا على التفكير، استخدمها في حاجتين: في الابداع والابتكار وفي التخطيط الاستراتيجي. انت قادر تنجز بدون الحاجة لدعم الاخرين. ده حط لنفسك دايما خطة علشان تنجز بيها وتطور في حياتك. ما تعملش ايه؟ اول حاجة ما تحاولش تكون اجتماعي بالشكل الفج اللي هو بيبقى عليه الاكستروفيرت، مش هتقدر وهتبقى بان فيك. ما تحاولش تكون حد تاني، بمعنى انت مش هتقدر على الكلام الكتير. طيب وانا عايز تبقى محاور وعايز تتكلم او طبيعة شغلك، اعمل ايه؟ اسأل. حول الكلام بتاعك لأسئلة. هيفيدك في حاجتين: اولا هتقلل كمية الكلام اللي بتستهلكك اصلا كانطوائي. تاني حاجة هتدير الحوار انت بالشكل اللي انت عايزه في الطريقة اللي انت عايزها. تالت حاجة هتمارس الاستماع اللي انت شاطر فيه. ولو سمحت ما تقللش من قيمة مهارات اللي عندك. انت شاطر وانت قوي، لكن الفكرة ما كنتش عارف توصفها، فتابع معايا الحلقات عشان تعرف انت شاطر في ايه بجانب الانطوائية اللي جواك. نقطة مهمة: ما تتجنبش الظهور. يعني احيانا الانطوائيين بيروح اول واحد ويخرج اول واحد، لو في اسئلة في قاعة التدريب ما بيشاركش. طب يلا تلاقي الاجتماعي اول واحد طلع، هو بيندثر ويتخبى كده. فبلاش ارجوك لو سمحت.
اظهر نفسك على قد ما تقدر، بس الفكرة حضر هتقولها ازاي. من الملاحظات اللي خدت بالي منها في قاعة التدريب، بيبقى الاجتماعيين في قاعة التدريب قاعد يتكلم هنا وهنا ويتحرك ويجاوبني ويسأل. ومين أقل الناس مشاركة في القاعة؟ الانطوائيين. هتسأل مثلا من الشركات مين اللي أكتر ناس شاركت معاك، مين اللي كان قليل. أنا من جوايا وفاهم وبعرفهم. أنا أقول له الانطوائي دهوت، أنا بقعد أسأل بعض الأسئلة اللي هي تريكي، أفهم هو فعلا انجيجد معايا ومركز معايا ولا لا، وفعلا بلاقيهم أكتر من مين؟ من الاجتماعيين اللي قاعدين يتحركوا حوالينا. لكن أرجوك لو سمحت، انا كعلاء كترينر او ككوتش فاهم ده، لكن اللي حواليك ممكن مش فاهمين ده، فارجوك اظهر نفسك. ازاي اتعامل مع الانطوائي؟ ابسط حاجه، اديله مساحه انه يقعد مع نفسه. ما تخشيش عليه كل شويه او على كلمها انت بتعملي ايه، انت بتعمل ايه. هو بيحب يقعد مع نفسه كده من غير ما يعمل اي شيء. اديله الوقت الكافئ ان هو يفكر. لو اجبرت الانطوائي انه يفكر حالا ويديك رد على طول، الغالب هيقول لك لا. تركه مهمه جدا، اديله العروض بتاعتك او الاوفرز بشكل مكتوب. لما تيجي تتكلم معاه لو سمحت اتكلم معاه في موضوع واحد في المره الواحده. لو اضطريت تتكلم في موضوعين، عرفه انك خلصت الموضوع ده وخش على اللي بعديه. ما تخشش الاتنين مع بعض، هيفصل منك. الانطوائيين العجيب ان هم محتاجين اقل قدر من الدوبامين مقارنه بالاجتماعيين، فقادر ينجز سواء في كلمه تشجيع او لا. طبعا مش لا يمكن احنا محتاجينه، لكن بقول هو اقل احتياجا من الاجتماعي. محتاج بقى الانطوائيين ياكدوا لي المعلومه دي ولا لا. بقول لك صوت المطر بيدوم شعور بالهدوء وبيساعدهم جدا على التركيز واداء الاعمال اللي محتاجه هدوء صافي. فهل ده فعلا ولا لا؟ اكدوا لي ده لو سمحتوا في التعليقات. من المعلومات الطريفه اللي قريتها ومحتاج الانطوائيين ياكدوها لي ولا لا، من المعلومات الغريبة والطريفة اللي قريتها عن الانطوائيين إن صوت المطر بيديهم الشعور على التركيز والهدوء والتفكير بصفاء. فمحتاج جد منهم فعلا يأكدوا لي على المعلومة دي، هل فعلا ليه التأثير الرهيب ده عليهم؟ في النهاية ناخد بالنا ان الانطوائي واحد افراد اسرتنا، احد زمايلنا مديرينا اللي بنديرهم، لازم ناخد بالنا ان نتواصل معاهم ازاي نتعامل معاهم. بقول لك انطوائي اوعى اياك ثم اياك تغير نفسك، ما تحاولش تكون حد تاني اطلاقا. استثمر نقاط قوتك في التفكير وزود الاعمال الابداعيه اللي عندك في الكتابه، في النقد، في طرح المعلومات بتاعتك في صوره مكتوبه. استثمر دوت في حل المشاكل بطريقه ابداعيه. استثمر ده انك تكسب الناس من خلال الاسئله. ناس صدقني هتضعف قدامك وبتحبك جدا عشان انت بتسمع لهم. استثمر ده، اتعلم السؤال، اتعلم الكوميونيكيشن بطريقه مختلفه مش بالكلام الكتير زي الاجتماعي. في النهايه حابب اسمع منك وتقول لي في تعليقات ايه اكتر 3 حاجات حبيتهم في نفسك النهارده، والاجتماعيين حبيتوا ايه في الانطوائيين النهارده.